صلى على النبي. قبل ما نبدأ فيلمنا، بيبدأ الفيلم واحنا بنشوف ولد صغير خارج من المعبد، وفي طريقه وهو ماشي بيشوف تماثيل شكلهم مرعب جدا، وبيخاف وبيرجع جري المعبد من تاني. بس المرة دي بيلاقي الباب اتقفل، بيفضل يخبط وبرضه محدش بيفتح له، وبيقرر يكمل جري. وهو بيجري بيلاقي دخان ظاهر فجأة، ووسط الدخان بيدخل مقاتل مقنع بيهجم على الطفل ده. وفجأة بيقوم الراجل من الحلم، هو اللي بيكون أبو بروسلي. صح النوم يا عم الحاج، الكوابيس دي شكلك تقلت في الأكل. هو بيصحى يشوف بروسلي ابنه اللي نايم، وتاني يوم بيقرر ياخد بروسلي للمعلم كونج فو علشان يتعلم فنون القتال. هو بيبدأ المعلم يدرب بروسلي على فنون القتال الاحترافية، وبيستمر بروسلي في تدريباته لحد ما يتقن الكونج فو بكل أسراره، لحد ما بيكبر ويبقى شاب. وبعدها بنشوف حفلة رقص، وفي ولد وبنت بيرقصوا سوا، وبيدخل عليهم شاب رخم وبيشد البنت من ايديها بالغصب عشان ترقص معاه. وبروسلي بيظهر وبيتدخل عشان ينقذ البنت من ايده، والشاب بيعترض وبتبدأ الخناقة ما بينهم. وبروسلي بيقول له بكلمك بالذوق وبقول لك سيبها طيب، فبيقول له خد، وبيديله ضربة من اللي قلبك يحبها. وطبعا صاحب الشاب ده بتتدخل عشان تدافع عن صاحبهم، لكن بروسلي بيقوم معاهم بالواجب وبيعلمهم الأدب. والشاب بيقوم من تاني عشان يضرب بروسلي، واحد من صحاب الشاب بترميله سكينة، ولكن بروسلي بيقدر بضرباته سريعة ما يخلوش يضربه بالسكينة. وفجأة بيسمع بروسلي صوت عربيات الشرطة، وبيجري بروسلي بسرعة على بيته وبينط من شباك اوضته، لكن ابوه بيكون مستنيه وبيضربه. ادي اخرة الشهامة يا عم بروسلي. وابوه بيقول له الشرطة بتدور عليك ولازم تسيب هونج كونج دلوقتي، وبيقول له ان هو مش عاوزه يضيع منه زي اخوه. وبيحكي له انه كان معاه ابن تاني اكبر من بروسلي، ولكن المقاتل الشيطان قتله. وعشان ابو بروسلي يحافظ على بروسلي من ايد المقاتل ده، سمى بروسلي باسم بنت وعلمه لغة انجليزية علشان يخدع المقاتل ان هو ما خلفش ولد تاني. وابو بروسلي بيقول له هتسافر على امريكا وتقعد هناك. بروسلي بيفرح قوي، بس بيقول له الموضوع ده عاوز فلوس كتير، وابوه بيجيب فلوس كتير ويديها له. وبياخد بروسلي اقرب سفينة عشان يسافر، وبيقابل من ضمن المسافرين مدرس تاريخ، وبيقعد جنبه وبيحكي له انه مبسوط انه هيعيش في امريكا. الراجل بيقول له ما تفرحش قوي كده، الشعب الامريكي عنصري قوي مع الصينيين، ومش هتلاقي شغل هناك ولا هتعرف تحقق قيمة لنفسك. بروسلي بيقول له ده مع اي حد غير انا. وبعدها بيوصل بروسلي امريكا، ومش بيلاقي شغل الا عامل نظافة في مطعم. مش كنت تسمع نصايح الراجل؟ ولكن بروسلي برضه مش بيفقد الامل، وبيفضل بعد ما بيخلص شغله في المطعم بيروح يعمل تمرينات على الشاطئ علشان ما ينساش الكونج فو ويفضل رياضي وجسمه نشيط. وبيرجع بروسلي للشغل في المطعم، وبيكون معاه بنت اسمها ابريل معجبة بيه وبتحاول تتقرب له، ولكن بيكون في شيف بيحب ابريل حب من طرف واحد ومش بيستحمل وهي بتهزر مع بروسلي. هو بيرمي عليهم حلة الاكل، هو بيهجم على بروسلي بالساطور، ولكن بروسلي بيصده بكل خفة ومهارة. ولكن الطباخين التانيين بتدافع عن صاحبهم وبيهجموا على بروسلي ويطلعوه بره، وبتبقى معجنة. وبروسلي بيطحنهم ضرب واحد ورا التاني. واحد من الطباخين بيضرب بروسلي بالسكينة وبيجرحه في كتفه وبيجيب دم، وبروسلي بيشوف الدم وبيتجنن وبينزل ضرب في الطباخ ده وبيكون خلاص هيقتله، ولكن بيتراجع على اخر لحظة. ولكن بيظهر الشيف من تاني، وبنعرف ان الشيف ده ماهر في الكونج فو هو كمان، وبيمسك بروسلي وبيفضل يضرب فيه بكل قوة وشراسة. وبيفضل القتال ما بينهم لحد ما بتظهر مديرة المطعم وتزعق فيهم وتوقف القتال. وبيروح لها بروسلي المكتب وبيطلب منها فلوس سلف، وبتقول له قدامك فرصتين، اول فرصة اديك الفلوس دي وتروح تتفسح بيها وتصرفها على ابريل، وشوية الفلوس تخلص وترجع تشتغل وتجمع غيرهم وتصرفهم وتفضل دايما كده عامل نظافة. والفرصة التانية انك تروح تدرس في الجامعة علشان تبقى معاك شهادة وتقدر تشتغل شغلانة مهمة. بيروح بروسلي يدرس فعلا في الجامعة، وبعد الدراسة بيروح يتدرب في الجيم اللي في الجامعة. وقت ما هو بيتدرب بيدخل عليه شوية شباب بتدرس معاه، وواحد منهم بيرخم عليه وبيقول له وقتك خلص قوم عشان نتمرن. وبروسلي بيرفض يقوم من التمرين وبيحاولوا يقوموه بالعافية. فبروسلي بيقوم وبيقول للشاب يلا قاتلني ونشوف مين اقوى فينا. بيقاتل بروسلي الشاب بكل مهارة، وبينيم الشاب في الارض زي الفرخة الدايخة. وبعدها بيروح لباقي اصحابه وبينيمهم في الارض هم كمان ويطحنهم. في شابين من صحاب الشاب ده بيوقفوا بروسلي قبل ما بيمشي وبيطلبوا منه يعلمهم الكونج فو. بيوافق بروسلي وبيبدأ يعلمهم حركات بدائية وأساسية. وبعد ما بيخلص تمرينهم بتيجي بنته وبتطلب من بروسلي يعلمها هي كمان الكونج فو. وتاني يوم بيجمع الولاد اللي عاوزين يتعلموا وبيجمع معاهم البنت دي كمان، وبيبدأ يدربهم واحد ورا التاني. وبيبدأ بالبنت وبيعلمها ازاي تقاتل،
وبتعجب البنت وبروسلي وبتحاول تقرب له وبتطلب منه يتقابلوا، وبيوافق بروسلي وبالليل بيتقابلوا في المطعم. ولكن صاحب المطعم بيكون عنصري ومش عاوز بروسلي، فبروسلي بياخدها وبيروحوا مكان تاني وبياكلوا وبيروحوا السينما، وبعدها بياخدها يفرجها على المكان المتواضع اللي هيبقى صالة التمرين اللي هيعلم فيها الناس الكونج فو. وبيبدأ بروسلي يتشير انه معلم محترف، ويوم بعد يوم عدد التلاميذ عنده بتزيد وشهرة بروسلي بتزيد. وفي يوم من الأيام بيكون بروسلي في أوضة وبيكتب رسالة لأبوه، وفجأة بيظهر زلزال قوي ودخان وبيظهر المقاتل المقنع، وبيحاول بروسلي يمد ايده ويضربه لكن بيكون قوي جدا ومش بيقدر يضربه. وفجأة المقاتل بيختفي وبيكون أكن كل ده كان مجرد خيال. وبيروح بروسلي لحبيبته وبيسألها إذا كانت فتحت أمها في موضوع جوازهم ولا لأ، والبنت بتقول له إيه رأيك تيجي أنت وتقول لها بنفسك. وبيوافق بروسلي وبيروح بيت حبيبته عشان يقابل امها، ولكن امها بتكون عنصريه جدا وبتعامل بروسلي بغرور وبتقول له ازاي صيني يتجوز امريكيه. وبروسلي بيتعصب وبيسيبها وبيمشي، والبنت بتمشي معاه وبيقرروا يتجوزوا غصب عن امها وبيتجوزوا فعلا. وفي يوم بيكون بروسلي قاعد في صاله التدريب وبتدخل مراته ومعاها جورنان وبتقول له انه خبر فتح مدرسه الكونج فو بتاعتك اتنشر جدا، وبكده هيجي تلاميذ كتير للمدرسه. وسط كلامهم بيدخل عليهم واحد وبيطلب من بروسلي يعلمه الكونج فو، وبيوافق بروسلي. والشاب بيستغرب وبيقول له المعلمين الصينيين كلهم رفضوا انهم يعلموني عشان انا امريكي. بروسلي بيقول له ان هو ما عندوش العنصريه دي وهيعلم اي حد عاوز يتعلم الكونج فو. وبيبدا بروسلي يدرب التلميذ على الكونج فو، والصاله بتكون مليانه تلاميذ كتير. وبتعدي الايام وبعد فتره بتجيله رساله تهديد من معلمين المدارس التانيه بتحذره انه لازم يقفل المدرسه. وبيتعصب بروسلي وبيقرر يروح لهم وبيسألهم ليه عاوزيني اقفل المدرسة. والمعلم بيقول له ان هو غلط يعلم الكونج فو اسراره لغير الصينيين، وان الكونج فو خاص بالصين وبس. وبيهددوه انه لو ما قفلش المدرسة هيضطر يدخل معاهم في تحديات وقتال كتير. بيوافق بروسلي يدخل معاهم في قتال، وبيبدأ القتال ما بينهم. وتلميذ بروسلي بيقول له بلاش عشان المقاتل خصمك قوي وشرس جدا، وان الاحسن ننسحب. بروسلي بيرفض وبيقرر يكمل القتال وبيوقفهم عند حدهم. وبيبدأ القتال وبنشوف ان المقاتل شرس وصعب فعلا عامل زي الحيطة، وبيضربوا بروسلي ضربات سريعة وبيستخدم كل اساليب الكونج فو هي اللي اتعلمها طول حياته. وبرضه بيكون خصم بروسلي محترف ومتميز. وسط القتال بيخربش المقاتل بروسلي في جسمه، هو بروسلي بيشوف الدم وبيتجنن. بروسلي ما بيحبش حد يعوره يا جماعة، دمه غالي عليه. بيتجنن بروسلي وبيفضل يضرب في المقاتل ده بكل جنون وقوة، وبينيمه في الأرض وبينزل ضربات متتالية في وشه. والمقاتل بيستسلم، وبروسلي بيتكلم مع المعلمين الحاكم وبيقول لهم كده أقدر أفتح مدرستي زي ما أنا عاوز، وبيسيبهم وبيمشي. والمقاتل بيجري وبيضرب بروسلي ضربة قوية في ظهره، وبيقع بروسلي في الأرض وبيتصاب إصابة قوية في الحبل الشوكي. وبيتنقل بروسلي للمستشفى، وبنعرف إن الإصابة هتخليه عاجز عن الحركة فترة طويلة. مراته بتدخل لبروسلي وبتقول له إزاي تدخل في قتال زي كده من غير ما تقولي. بروسلي بيزعق لها وبيقول لها تخرج لأنه مش عاوزها تشوفه بالشكل ده. بتخرج مراته وبترجع له من تاني ومعاها دفتر، وبتقول له لا مش هتستسلم وهتكمل حلمك لتعليم الكونج فو. بروسلي بيقول لها إزاي وأنا مش قادر أتحرك. بتقول له هتكتب كتاب عن تعليم الكونج فو وأنا هكتب كل كلمة هتقولها. وبيقتنع بروسلي بالفكرة وبيبدأ يألف الكتاب ويخليها ترسم رسومات توضيح الحركات بتاعتها. وبعد فترة بيخرج بروسلي من المستشفى على كرسي متحرك ويروح لمراته المستشفى، واللي بتكون ولدت ولد، وبيشيله وهو مبسوط وفرحان جدا. وبيروحوا بيتهم وبتدخل عليه مراته المكتب وهي فرحانة جدا وبتقول له ان الكتاب بتاعك اتطبع. وبيخبط الباب وبتروح تفتح تلاقيها مامتها وبتقول لها جاية ليه، وبتكون مش عاوزاها تدخل. لكن بروسلي بيرحب بيها رغم كل اللي عملته معاه وعنصريتها ورفضها لجوازهم. وبيدخلها بروسلي وبيخليها تشوف حفيدها، وبيبص لمراته عشان تصالحها وبتصالحها فعلا، وبيرجعوا عيلة من تاني. وبعدها بنشوف بروسلي بعد ما اتعافى وبقى بيمشي ورجع زي الأول من تاني، وبيكون بيكلم الناس في صالة التمرين وبيقول لهم إنه هيفتح مدرسة كبيرة لتعليم الكونج فو وأسراره. وبيقول لهم قد إيه الكونج فو مهم ولازم كل الناس تتعلمه. والناس بتطلب منه دليل إن هو محترف كونج فو بجد وبيعرف أسراره فعلا مش مجرد كلام. بروسلي بيقول لهم أتحداكم أي حد من المقاتلين يطلع على الحلبة دلوقتي ونتقاتل ونشوف مين اللي يعرف كونج فو بجد وهيفوز في 60 ثانية بس. بيظهر نفس المقاتل اللي تسبب في إصابة بروسلي وبيقول له من بعيد بصوت عالي أنا هفوز عليك زي المرة اللي فاتت ولا نسيت. مرات بروسلي بتكون خايفة عليه وبتحاول تمنعه إنه يدخل القتال ده،
وبتفكره بتعليمات الطبيب انه ما ينفعش يتعرض لاي ضربات قويه والا هترجع له الاصابه من تاني وهيبقى خطر على حياته. بروسلي بيرفض وبيقول لها لازم ينتقم ويجيب حقه منه ويثبت للناس انه متميز بجد في الكونج فو، وبيقرر يشترك في القتال. وبيبدأ القتال ما بينهم وبيكون المقاتل داخل سخن قوي وبيضرب في بروسلي ضربات قويه وسريعه، وبتخاف من رب بروسلي على جوزها والناس بتكون فاكره ان بروسلي هيخسر، ولكن بروسلي بيستعد قوته وبيقوم من تاني وبيطحنه وبيكسره حرفيا وبيضربه بقوه ويكسره ويرميه بره الحلبه، وكل ده قبل ما ال60 ثانيه تعدي. وبتفرح الناس وبيثبت لهم انه محترف بجد، وبيخرج من وسط الناس مخرج افلام وبيتعرض على بروسلي يصور فيلم معاه ويؤدي ادوار القتال اللي في الفيلم. بيوافق بروسلي وبيصور الفيلم وبيكون متميز واداؤه حلو جدا. وفي يوم بيكون بروسلي في بيته وبيتفرج على التلفزيون مع مراته، بيجيله مكالمه بتبلغه ان ابوه مات. بيرجع بروسلي للصين وبيحضر عزبه وبيبكي بحرقة عليه، وبعدها بيجي في باله المقاتل الشيطان وبتجيله نفس التخيلات من تاني، وبيروح للمعلم القديم بتاعه اللي علمه الكونج فو وهو صغير وبيحكي له على المقاتل الشيطان، والمعلم بيقوله لازم تقتله وتفوز عليه لان لو ما عملتش كده هتورث الخوف والاوهام دي لاولادك زي ما حصل مع ابوك لما ما قتلهوش. وبيقوله ان المقاتل الشيطان هيجي لك اما توصل لكامل قوتك وساعتها لازم تتغلب عليه عشان الخوف ما يتنقلش لابنك. وبياخد بروسلي شنطته عشان يرجع لامريكا من تاني، وهو في طريقه للسفينه بيكون في مجموعه اشخاص عاوزه تلحقه، واحد منهم بيكون مخرج وبيعرض على بروسلي يصور فيلم معاه وبيوافق بروسلي. ووقت التصوير بيلاقي ان اخو المقاتل جاي بيهجم عليه وبيقول له ان هو لازم ينتقم لاخوه وسمعه العيله القتاليه وسط الناس، وبتبدا معركه شرسه ما بينهم. وبنلاحظ ان المقاتل ده قوي ومحترف جدا وبيحاول بروسلي يسد الضربات ويقاتل باسلوبه المتميز، ولكن المقاتل بيسيب بروسلي وبيحاول يغرقه في الميه، ولكن بروسلي بيقوم وبيضربه من تاني وبيطحنه وبيرميه في الميه. وبيكون المخرج صور القتال اللي حصل ما بينهم وبيسيبهم بروسلي وبيروح بيته وبيقرر يفسح ولاده ومراته لانه كان غايب عنهم بقاله كتير. وبيروحوا السينما يشوفوا الفيلم بتاع بروسلي، واخر الفيلم الناس في السينما بتفضل تسقف وتشيل بروسلي، وبيتشير بروسلي بين المخرجين وبيعمل افلام كتير جدا، وبيكون بيصور فيلم اسمه لعبة الموت، وبيدخل عليه المخرج وبيقول له على فيلم جديد اسمه دخول التنين. والفيلمين دولت لعبة الموت ودخول التنين انا ملخصهم في نفس القناة دي، ادخلوا على القناة هتلاقوهم. ونرجع لفيلمنا. بروسلي بيكون مشغول جدا في التصوير والافلام، هو اما بيروح لبيته بيلاقي مراته قاعده وحدها وزعلانه عشان هو دايما مشغول وسايبهم لوحدهم، وبتقول له انها هترجع امريكا لمامتها طالما وجودهم مش فارق معاه، وبتطلب منه يرجع معاها لامريكا. بيقول لها ان هو هنا بقى مشهور وبيعمل افلام، لكن في امريكا مش بيلاقي غير العنصريه، وبيسيبها وبيمشي وهو متعصب. وبيرجع لمخرج الافلام وبيقول له ان الشغل هيخسره بيته واولاده وان هو مش لاقي وقت يقضيه معاهم. وتاني يوم بيكون بيصور فيلم وبيحس ان الارض بتلف بيه وان في زلزال، وبيظهر المقاتل الشيطان وبيهجم على بروسلي وبيضرب فيه، ولكن فجأة بيظهر ابن بروسلي وبيطلب من بروسلي يساعده، والمقاتل الشيطان بيسيب بروسلي وبيروح ناحية الطفل، وبروسلي بيجري على المقاتل الشيطان وبيمنعه وبيحاول يمسك وشه، ولكن بيلاقيه اتحول كله لمسامير ومش قادر يمسكه. ولكن بروسلي بيمسك عصاية وبينزل ضرب في المقاتل الشيطان لحد ما بيتغلب عليه